السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني وأخواتي متابعين قناتي وين ما بتكونوا وبأي وقت بتكونوا. وأنا بعتذر كتير على تأخيري على تنزيل هذا الفيديو. الحلقة الثانية من رحلتي إلى تركيا، اللي وعدتكم فيه، بس أنا هيك شوية مشاغل وظروف، وإن شاء الله قريبا بتشوفوا شو كنت أنا، ليش كنت أنا مشغولة. وهلأ هون عم ورجيكم الفطور اللي استقبلتنا فيه بنت أخي أول يوم نجي فيها. وهون كمان الفطور تراثنا السوري يلي نحن دائما بسوريا بنفطره، وإن شاء الله الله يلم شمل الجميع. كانت رحلة كتير حلوة ممتعة، يعني رحنا على مكان حلو كتير لاسطنبول، وثانيا انه إليك حدا هنيك يستقبلك وتقعدي معه وتنبسطي من ريحة اهلك. وان شاء الله هيك بدعي للجميع الله يلم شملهم مع اهلهم يا رب. وهون هذا المحل بمنطقة أسلر، هي بنت أخي ساكنة هنيك، وهي هذا المكان بنفس الحارة اللي هي ساكنة فيه. وبهذا المحل فيه كتير شغلات حلوة بتناسب جميع هيك ستات البيوت، لمنازلهم، للمطبخ، للطريات، تحف، كتير شغلات حلوة. وطبعا هذا السوق سوق المصري بالأمنونو. هذا سوق يعني قريب تحسي لسوق الحمدية بسوريا. طبعا يعني بيختلف شوي، بس انه تحسي حالك شعورك انك كأنك انتي ببلدك بسوريا. يعني طبعا سبحان الله، هلأ سوريا وتركيا بتحسيها نفس الشغلات بين بعضهم، بس انه بتختلف يعني قوانين، عادات، شغلات، بس هي كدولة بتحسي كتير فيها شغلات قريبة من سوريا. والله هيك يا ربي يفرج على سوريا وعلى جميع أمة محمد يا رب. هلأ هون بعد الأسواق وهذا الأمور، هلأ هذا الحلو. وهون هي الشغلات كتير حلوة، بتحسيها انه مثل شغلات معتقة، بيقولوا لها انه يعني هيك اثرية. وهون بساحة الأمنونو اخذنا بعض الصور كتير حلوة. كنا بدنا نحجز الباخرة ونطلع فيها من الأمنونو، من القسم الأوروبي للآسيوي. وهنيك قعدنا بقهوة بالقسم الآسيوي كتير حلو. يعني انتي هيك راكبة انه عم تروحي من مكان لمكان، كتير شعور حلو. بعدين وصلنا لهنيك، رحنا على برج البنت وقعدنا بقهوة كتير حلوة. وهون البحر، نحنا راكبين هون بالسفينة، ومناظر يعني عن جد بتنعش القلب، بترد الروح. أنا طبعا هون رح يعني ما أحكي كتير مشان هيك تشوفوا انتو البحر. هون ابني سمورة هاي عم يورجيني حاله بالصورة كان بالفيديو. هاي هي هون كلها. هون الباخرة هي يعني عم تميل، صورنا كل شي حواليها، كانت كتير مناظر حلوة. بالمجمع هذا بأكسراي، تحت الجسر بالنفق يعني. هذا السوق كمان كتير حلو كبير. يعني هو شعبي، سوق شعبي، بتحسي انه يعني في بيناسب كل المستويات، يعني انه بتعرفوا حسب كل واحد وشو ظروفه بيقدر يشتريها. هلأ هون هذا المطعم مطعم مزاج بالفاتح، سوق الفاتح.
كتير 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 حلو هالمطعم، يعني مو بس إنه حلو وأكله بجنن كتير طيب. نحن تقريبا رحنا عليه شي مرتين، مرتين ثلاثة هيك على ما أظن، يمكن مرتين بس. أول مرة رحنا تعشينا عنده، ثاني مرة سوينا حفلة لأولادي، هن فاجأتنا فيهم بنت أخي وزوجها بحفلة عيد ميلادهم. وهون مثل ما انتم شايفين هذا الأكل تبع المطعم. هلا هون كانت الحفلة وقت عيد الميلاد المفاجأة، وقت فاجأتنا بلوحة هي وزوجها. هي ولادي هن اثنين عيد ميلادهم، طبعا مو الاثنين مع بعض. هلا ابني كان بشهر الخامس، بأول الخامس، وبنتي بشهر السادس. بقى جمعوا لهم العيد ميلادين سوا وسووا لهم حفلة. كتير كانت مفاجأة حلوة وانبسطنا فيها، وأكيد يعني رح الواحد إنه ينبسط إنه مع أهله هو، وغير هيك إنه القعدة كانت رايقة كتير. بتحسيه مغلق وما كان مفتوح، مشان انه مثلا بدك تعدي وكان في اراجيل وهيك، انه مشان ما الريحة تأثر عليكي. شي يعني مو كله مغلق. ونحن قعدنا من هذا القسم المفتوح، واللي حواليكي كله شلالات، ويعني مناظر كتير حلوة، وكانت قاعدة رايقة. هلأ هون المطعم الدمشقي، أبو عمر الدمشقي، يلي بيقدم لنا الحفاتي والسجقات. يعني هي إنه نحن الأكلة الشعبية اللي بناكلها دائما بسوريا، وهي من تراثنا ومن زينا. هي طبعا كل الدول العربية، بس كل واحد بسميها شي، وكل واحد بيعملها على الطريقة يلي هو متعود عليها. هذا كله مطعمه كتير حلو، كمان مطعمه. وهلأ أنا سمعت إنه كمان جددوا وكبروا كمان، يعني سوا إنه يعني أفضل من الأول. هون مثل ما لكم شايفين مقدم لنا إياها. كانت كتير طيبة، وأهم شي إنه في نظافة بالمكان اللي نحن قعدنا فيه. وهلأ هون هو جامع الفاتح، كمان كتير حلو جامع الفاتح. القعدة فيه يعني بتنعش القلب، يعني انت تخيلي قاعدة ببيت الله. طبعا نحن ما قعدنا من جوا، قعدنا برا، بس خلص كلياته اسمه بيت الله، يعني بتحسي حالك مرتاحة. هلأ هون بزيتون بورلون، هون رايحين كنا على حلاقة اسمها مروة الخطيب. هي فاتحة صالون هنيك، وصالونها كتير حلو فخم. يعني طبعا انا ان شاء الله رح احط لكم اياه كله بصندوق الوصف.
الأماكن اللي نحن قدرنا نزورها. شايفين هون حوالي الصالون تبعها. هي كتير شطورة ومشهورة، وأنا بنت خالتي هنيك بتشتغل عندها، هي مديرة المكان. هذا كله حوالي الصالون، يعني القعدة برا كتير عندها ممتعة وحلوة. صالون هون مطعم بوراك، فتنا عملنا يعني عنده قعدة. ولادي هون حبوا يتصوروا. هذا هو المطعم. هون كانوا عم يقدموا شغلات بقلب الفخار، وحبينا نحن نصورهم لأنه عجبني المنظر التقديم تبعه. هلا هون سوق بيازيد. هذا السوق يعني بيوجد فيه كل الماركات. طبعا بيوجد الأصلي واللي ما أصلي، وحتى لو ما أصلي يعني نخب أول. هي أسعار سياحية لأنه هو المكان سياحي. هي البيازيد مكان سياحي يعني، وهو كله هون متبع للأمنونو والسليمانية، يعني كلهم هدلون بتحسيهم قريبين على بعضهم. وهون هلأ المحل اللي فتنا عليه واشتريت منه أنا اسمه سليمة. أنا إن شاء الله بدي أحط لكم إياه بصندوق الوصف وبالتعليقات، العنوان تبعه ورقم الهاتف اللي حابب يتواصل معه، أو إذا زرتوا تركيا تروحوا تزوروه وتشتروا منه، لأنه عن جد بنصحكم. أنا اشتريت منه كذا قطعة وجربتهم وكتير يعني ممتازين. هو إرميني بالفاتح بشارع فوزي باشا. هني كله بتحسي محلات، حتى في قسم للمناطي للبيجامات الشرعية، يعني بتحسي كله للمحجبات. وكانت رحلة كتير حلوة، وخصة هيك شعور وقت تتفتلي بالسواق وتحسي حالك بسوق الصالحية والحمراء والجسر والحمدية، يعني بتحسي حالك انتي خلص بسوريا، يعني عايشة انتي بجوك بجو سوريا. طبعا انه بيختلف انه بعيدة عن اهلك، بس اما انتي حس كبلد انه خلص انتي قاعدة ببلدك يعني.
ما بعرف، أنا يعني انبسطت وحبيت إني ورجيكم الشغلات اللي أنا استفدت منها والأماكن اللي أنا انبسطت فيها، لأنه المركب إذا ما بيكون لله بيغرق. لازم يكون يعني كيف بتحبي لنفسك بتحبي لغيرك، مشان نكون دائما نحن صلتنا مع رب العالمين عز وجل. وهلا هون ابني سمورة اخذنا له لقطات مع الشيف بوراك، وهون عم نكفي الصور القهوة، وهون بالجامع الفاتح حبوا يتصوروا. هون عملنا سيران بحيرة عفوا بحر فلوريا. بتمنى تتابعوني لآخر الفيديو، لأنه يعني أنا عم شكل لكم بالفيديوهات مشان تستمتعوا، إنه ما يضل كله سوق، ما يضل كله مشاوير، عم شكل لكم أنا فيه. بتمنى يعني مستمرين بمشاهدة الفيديو للآخر، لأنه في شغلات كمان أنا حاطت لكم إياها، محلات كمان أنا رحت عليها واشتريت منها، وبنصحكم انكم تزوروها. هي في منا بالفاتح، في منا بالأمنونو، وان شاء الله يا رب هيك بيطعم الفرح لجميع خلقه ويفرجها على الجميع يا رب، وبالذات أهلنا بسوريا وين ما كان، يعني الله يطعم الفرج والفرح لجميع الدنيا يا رب. هاي كراسات السليمانية، هاي مطرح المكان اللي نحنا قعدنا فيه مثل ما نكون شايفينها. هي يعني حسيت والله شبهتها لعنا لجبل قاسيون، بعنا بطلعة المهاجرين، أنا من سكان المهاجرين، وبيتي هيك يعني وقت تاجي على تراس البيت تبعي مثل هون بتشوفي كل الشام. وأنا حسيت هذا المنظر كتير ذكرني ببيتنا بالمهاجرين، وهيك المتعة اللي فيها. هلأ هون أنا زرت هذا المحل، هو في فساتين سهرة كتير يعني هيك فخم. صاحب المحل هو سوري من حلب، عفوا من الشام، وحتى اللي عم يشتغلوا بقلب المحل سوريين. بتمنى تزوروا هالمحل وتشتروا منه يعني فساتين خارج مناسبة كتير حلوة ومتعة.